على طاولة واحدة يجلس هادي العبد الله وموسى العمر ومراسل أورينت ومراسل الجزيرة، ويحاورون أحمد أو ما يعرف بأبي محمد الجولاني. أمامهم فقط يكشف وجهه دون غيرهم، وكأنهم هم فقط المحرمون عليه. لا وجود للمسكرات أمامه، لكنه يهدي ويصرح بما لا يقبله عقل ولا منطق. واليوم ما تملكه الفصائل المسلحة في المناطق المحررة من سلاح ودبابات وأسلحة متنوعة هو أكثر مما يملكه النظام، فلذلك نحن لم نفقد القدرة على القتال. إن كانت أسلحة الجولاني أكثر تطورا من أسلحة النظام، فلا يمكن البتة اغتنامها من النظام، بل هي بكل تأكيد من دول متقدمة عسكريا. فإن كانت موجودة حقا، فلماذا لا يستعملها الجولاني لإسقاط الطائرات التي تصب حممها يوميا على أحياء حلب وإدلب وريف حمص؟ يصبح سوريا فقد ولده بعد غارة جوية. أعاد الجولاني ما قاله سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي بشأن الجيش السوري الحر، فلا وجود له عند كليهما. أولا نحن نعرف في الواقع كما تعرفون لا يوجد شيء اسمه جيش سوري حر، هي مجموعة فصائل تلتقي في اسم. أما في حماة فحاول أن يتقدم من نحو. وبنفس اللقاء وبنفس المظهر يستشهد الجولاني بمجزرة الدبابات الشهيرة التي كان للجيش الحر الدور الأبرز والأكبر بها. وجرت ما تم تداوله على وسائل الإعلام من قضية مجزرة الدبابات، وكان هو التدخل إن صح التعبير أحمق من هذا المحور، دخول أحمق. ازدواجية المعايير لم تتوقف هنا فحسب، بل تحدث مجدد العصر ومنقذ الأمة كما يسميه أتباعه عن اتفاقية وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية. أنا أعتقد أن موضوع الهدن هو الخطوة الأولى في الاستسلام، لأنه هو يصب فقط في صالح النظام، والناس لا زال لدينا قدرة على القتال. كيف لو فقدنا هذه القدرة على القتال؟ ناسيا أو متناسيا اتفاقية النصرة مع بني صهيون على حدود إسرائيل. ليس هذا فحسب، بل هدنة النصرة مع نظام الأسد في أحياء دمشق كالقابون وبرزة وحي تشرين الدمشقي، فضلا هدنته في الرحيبة والتل في ريف دمشق. لهذه الأسباب يصرخ هذا السوري المكلوم بعد أن عارضت النصرة وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية. الجولاني السبب! الجولاني السبب! الجولاني عم يدمر البلد! جبهة النصرة تطلع برا! جبهة النصرة تطلع برا! فهل جاءت النصرة لنصرة الشعب السوري أم جاءت لتحكمه إكراها وغصبا؟ يتساءل مراقبون. محمد ياسين من ريف دمشق.